اهلا بيكم في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. لو انت اول مره بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ده فلوج من الفلوجات بتاعه كايرو جاردن. زي ما انتوا لو انتوا ما تابعتوش الفلوجات القديمه، انا هحط لكم لينك دلوقتي على الشاشه للفلوجات القديمه تشوفوا وصلنا فين في حديقه كايرو جاردن. النهارده هعمل ايه؟ النهارده هاخدكم معايا في جوله اوريكم وصلنا لفين في حديقه كايرو جاردن. انا كنت شغال في الجنينه لغايه دلوقتي وفي حاجات جديده حصلت، وهنزرع مع بعض بذور فول اخضر النهارده، وهوريكم وصلنا لفين. خليكم معايا. عشان اسهل الموضوع على نفسي رقمت السراير اللي عندي او البيدز اللي موجوده عندي هنا في كايرو جاردن، وبدات الترقيم بالشكل التالي. مكان شجره التفاح هنا ده السرير او البيد رقم 1، او المكان اللي هزرع فيه رقم 1، المربع ده زي ما انتم شايفين. خليني اقول لكم الارقام الاول وبعدين هقول لكم ايه التطورات وايه الكرتون اللي محطوط ده وليه محطوط. فده رقم 1، رقم 2، 3، 4. خلينا نبدا برقم 4. دي طريقه من الطرق الرائعه جدا للحفاظ على الارض بتاعتك في فصل الشتاء. زي ما انتم شايفين هنا كان في طبعا حشائش كتير جدا طلعت مكان الارض. ما دام انت مش زارع اكيد هيطلع حشائش. في كذا طريقه لمعالجه الحشائش. في ناس بتحفر وبتعمل مره واثنين وثلاثه حفر لغايه لما يوصلوا لاخر الجذور بتاعه الزرع ده. طبعا شايفين الحشره الحلوه دي، بصوا اللون. طيب دي اول طريقه، بتحفر مره واثنين وثلاثه لغايه لما تشيل كل الجذور وبعدين تقدر تزرع الزرع بتاعك. انا طبعا بالنسبه لي الحفر هياخد وقت طويل جدا، وفي طريقه انا بستخدمها وقلت لكم عليها قبل كده اسمها عدم الحفر، نو ديج، وهي عباره عن شبه اللي انا عامله دلوقتي. اللي انا عامله دلوقتي هو ان انا مغطي الارض تماما بالغطاء الاسود ده في فصل الشتاء. ليه بعمل كده؟ علشان كل الحشائش اللي موجوده تحت دي مش هيوصل لها شمس ولا هيوصل لها نور ولا هيوصل لها اي حاجه فهتموت. يبقى انا كده اتخلصت من الحشائش. لما اجي ازرع بعد كده هيبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل كتير. هعمل ايه لما اجي ازرع بعد كده؟ لما اجي ازرع بعد كده هوريكم دلوقتي طريقه الزراعه اللي انا بستخدمها. هي ان انا بحط ورق كرتون، بيبقى خلاص البذور اللي موجوده في الارض ماتت، وببدا احط فوقيها التربه اللي انا عايز ازرعها. وتعالوا اوريكم مثال لده في الارض رقم 1. حاولت على قد ما اقدر ان انا اشيل كل الزرع، طبعا مش لغايه الجذور، يعني في جذور تحت موجوده زي ما انتم شايفين اهو، في حشائش ليها جذور في الارض. انا ما حفرتش، انا بس شلت اللي اقدر اشيله وخليتها طينه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين غطيتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ده بالظبط اللي انا عملته. بعد ما خلصت الارض بالشكل اللي انتم شايفينه ده، شايفين التربه هي عباره عن طين، حطيت فوقيها ورق الكرتون بالشكل ده وحطيت فوقيه طوب. ايه الهدف من عمليه وضع الطوب بالشكل ده؟ وزي ما انتم شايفين هنا بدات تربه اهي، فردتها فوق الكرتون. بدات بالتربه هي اللي انتم شايفينها دي فوق الكرتون. خلينا اشرح لكم ايه الهدف من الموضوع ده او ايه الفكره من ورا الموضوع ده. الفكره من ورا الموضوع ده سهله جدا. عبال ما الكرتون بتاعنا ده يكون خلاص اتحلل، طبعا تحت التربه الجديده اللي انا حاططها بيكون كل البذور اللي تحت دي ماتت. والهدف من ده هو ان انا سهلت على نفسي وما حفرتش في التربه وما اثرتش على كل الكائنات اللي موجوده في التربه بتاعتي، سواء نافعه او مش نافعه. اللي مش نافعه هتموت من قله التغذيه. طيب ليه بحط التربه فوق الكرتون؟ بحط التربه علشان تدي بدايه سهله جدا للبذور اللي انا حطيتها. يعني انا حطيت هنا، بدات مكان الاصفر ده حطيت بذور فول، فانا بدي فرصه للفول ان هو يطلع من غير منافسه مع الحشائش. وزي ما انتم شايفين اهو، الطريقه دي طريقه رائعه جدا. طبعا عبال ما الفول ده يكبر ويبقى محتاج لتغذيه او محتاج لتربه اكبر من كده واتقل من كده، بيكون الكرتون ده داب وبتدخل في التربه وبيكون الحشائش ماتت. ودي طريقه رائعه جدا برضو، لو عايزين تدوروا عليها هحط لكم لينك تحت، اسمها نوديك. طيب ده الجزء الاولاني، الارض الاولانيه بتاعتي. فاضل ايه؟ فاضل ان انا افرد بقيه الارض كلها طينه،
وانا زرعت هنا فول، والنهارده هزرع خط كمان برضو فول اخضر. طبعا علشان عايز ابدا بحاجه تكون جاهزه في الارض، وده لسه مخلصه امبارح. دي شتلات بلوبري زي ما انتم شايفين اهو. دي شتلات بلوبري انا زرعتها هنا في تربه مختصه، لان البلوبري معرفش اسمه بالعربي ايه، اكتبوا لي في التعليقات، انا مش متاكد. بس هو البيريز او التوت الازرق ده بيحتاج تربه اسيدك، يعني تربه مخصوصه ليه، مش اي تربه. عشان كده انا جبت له تربه معينه وحطيتها هنا في المربع اللي انتم شايفينه ده، وزرعته فيها وغطيته بنشاره الخشب اللي انتم شايفينها. التغطيه بنشاره الخشب دي في منها كذا هدف، يعني مش هدف واحد. الهدف الاولاني بالنسبه لي انا هنا هو منع الحشائش. شايفين هنا طبعا اي ارض هتحطها في مزرعه عندك او اي جزء فاضي عندك هتطلع فيه حشائش زي اللي انتم شايفينها دي. فلازم تفكر هل انت الحشائش دي هتضر زرعك ولا لا. في حشائش مش بتفرق، يعني لو عندك شجره كبيره حشائش ممكن ما تاثرش عليها قوي، لكن علشان ابدا مع حاجه زي دي زي البلوبري اضطريت ان انا احط الاكياس البلاستيك زي ما انتم شايفين اهي. دي مجرد عشان اغطي على الحشائش بنفس الطريقه بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، ان انا اموت الحشائش بالشكل ده وابدا احط الخشب فوق. طبعا البلاستيك ده مش هيتحلل، فانا بالنسبه لي ده جنب الحوض اللي انا زارع فيه، فمش فارق معايا قوي. لكن في الحوض بتاعي هنا حطيت التربه المختصه للبلوبري، وبعد كده حطيت فوقيها نشاره خشب عشان امنع اي حشائش ان هي تطلع. طبعا هوري لكم بقى التطورات بتاعت البلوبري. انا حاطط هنا 3 شتلات هوريها لكم لحظه بلحظه طبعا كل ما تكبر، وده كان على حسب التخطيط اللي احنا كنا اتفقنا عليه وكنت وريته لكم في البدايه. طيب ده التجديدات اللي حصلت في الجنينه في الوقت الحالي. الحاجه الثالثه بتاعتنا هي زرع الفول. تعالوا اوريكم هزرع الفول ازاي في الحوض رقم 1. دي بذور الفول اللي انا هزرعها زي ما انتم شايفين. ده فول زي الفول بالظبط اللي احنا بناكله، بس هنا انا مختار نوع فول يقدر يستحمل الجو البارد. معظم الوقت الناس بتزرع الفول بدري متاخر عن كده، يعني على يناير او فبراير. انا هنا جايب النوع ده ممكن يتزرع دلوقتي في فصل الشتاء. ده اسم النوع اللي انا جايبه، اسمه كلاوديا. ده نوع اورجانيك، وزي ما انتم شايفين 40 بذره. ما كانش غالي. طبعا انت على حسب بقى البيئه اللي انت فيها، يعني ده هنا في انجلترا الجو بيبقى برد جدا وفي تلج، طبعا لازم اختار نوع بذور يقدر يعيش معايا في الجو الصعب ده. لكن لو انت مثلا في بلدك بتشوف ايه الانواع الرائجه او ايه الانواع اللي شغاله عندك في الوقت ده او في الوقت المناسب. علشان كده ساعات كتير جدا حد بيبعت لي بيقول لي مثلا ازرع ايه دلوقتي. في حاجات عامه تقدر تزرعها في الصيف، وفي حاجات عامه تقدر تزرعها في الشتاء. لكن في الشتاء بالذات ما اقدرش اقول لك تزرع ايه، لان في دول الشتاء بتاعها تلج مثلا زي اوروبا وبره وامريكا وهكذا. وفي دول الشتاء بتاعها ممكن تزرع في حاجات كتير، فيها ممكن تزرع فيها طماطم شتوي او تزرع على حسب البلد اللي انت فيها. فطبعا انا عشان كده ما بقدرش اجاوب على سؤال زي ده، لان كل واحد على حسب بلده. فنرجع للبلد اللي انا فيها. انا هنا في انجلترا وجو البرد عندنا هنا بيبقى تلج، ففي نوعيات معينه من الفول تقدر تزرعها في الوقت ده. تعالوا معايا اوريكم هزرعها ازاي. في نظام الحوض الاولاني بتاعي اللي عملت فيه الكرتون زي ما انتم شايفين، وحطيت فوقيه التربه دي زي ميكس ما بين تربه انا اشتريتها صغيره، لان ده طبعا انا لسه الكومبوست بتاعي ما تكونش. هعمل لكم حلقه كامله عن الكومبوست، هشرح لكم فيها ازاي اتعمل او بعمله ازاي انا طبيعي عندي هنا في الجنينه. لكن في الوقت الحالي انا بشتري كومبوست وبمزجه ب فضلات الحصنه. ده سماد طبيعي ومستخدم. طبعا هعمل لكم حلقه كامله عن السماد الطبيعي سواء للحصنه او للحيوانات زي البقر او الخرفان او الارانب. طبعا اي حيوانات بتاكل نجيله دي نقدر نستخدم السماد بتاعها طبيعي، طبعا لو مفيش كيماويات او حاجه في النجيله. فانا بجيب اهو زي ما انتم شايفين، ده عباره عن فضلات حصنه. بعد ما بمزج الكومبوست اللي انا اشتريته ده، طبعا لغايه لما يجهز الكومبوست عندي، بعد ما بمزجه بالتربه اللي هي السماد الطبيعي اللي انا حاطه، اللي هو طبعا انا جايبه متحلل شويه، يعني انا مش جايب سماد لسه جاي من الحيوان على طول، لا انا بحاول اسيبه. طبعا هعمل لكم فيديو كامل عن الموضوع ده بتاع السماد الحيواني، بس انا بسيب عامه اي سماد بجيبه
طبيعي لغايه لما يبقى لونه بالشكل ده، يعني خلاص ما يبقاش ليه ريحه. تسيبه مثلا 6 شهور او اكتر لغايه لما يبقى ملوش ريحه خالص. خلاص انا كده جهزت التربه بتاعتي. تاني حاجه بعملها ان انا بساوي التربه زي ما انتم شايفين اهو، لسه ما اتحللش تماما، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نجهز التربه باحسن حاجه عندنا. خلاص بساوي بعد كده التربه، هوريكم هسويها ازاي. وبعد كده بعمل اخرام على قد البذور اللي انا هزرعها في التربه دلوقتي. بحط البذره بالجنب ليه؟ عشان ما تعفنش، وبحاول بس احطها غويطه شويه، مش جدا طبعا عشان ما تموتش، بس بحطها غويطه شويه طبعا علشان الطيور بتحب الفول جدا وهتيجي تاكله لو انا حطيتها على وش التربه. وبحاول برضو ما اقفش على التربه اللي انا زارع فيها بالشكل ده. بكده بكون زرعت الفول. المرحله اللي بعد كده ان انا بغطيه، وبرضو لما اجي اغطي الفول هحاول برضو اخليه من التربه الكويسه اللي معايا بالشكل ده. بضغط عليه وبعد كده بديله ميه. واهم حاجه في المرحله دي ان انت تعلم مكان ما زرعت. ليه؟ علشان طبعا انت مش هتفتكر. يعني انا حاجه من الحاجات اللي انا مهتم بيها جدا، علشان كده بعمل الفلوجات دي، ان انا افتكر انا زارع الحاجه فين. دلوقتي لما برجع اتفرج على الفيديوهات دي اقدر اعرف انا زرعت ايه فين بالظبط وامتى وهكذا، ونوع البذور وكل الكلام ده. فزي ما هو مفيد ليكم مفيد ليا انا كمان، ان انا اقدر اعرف كل حاجه زرعها فين وامتى بالشكل ده. طبعا انا هكمل بقى بقيه الخط ده كله ونزرعه فول ونشوف هيحصل ايه. وده الحوض رقم 1. من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تهتم بيها في موضوع الزراعه ده، هو ان انت بس ما تزهقش وما تيأس. الاستمتاع في الزراعه هو بان انت تعمل الخطوات دي كلها. يعني انا عارف ان ساعات بيبقى ناس كتير كتبت لي دي خطوات كتيره، او انا لازم اهتم بكل الحاجات دي مع بعض، بس هي دي الزراعه، هي دي المتعه بتاعت الزراعه، هي ان انت تتعلم وكل يوم تشوف حاجه جديده. ومفيش حد الزرع بتاعه ما بيموتش، طبيعي جدا ان زرعك يموت، وطبيعي جدا انك تتعلم. وهنا في ناس في المكان اللي انا فيه ده، اللي هو في ناس كتير زرعه بقالها 40 سنه ولسه بيتعلموا، ولسه الزرع بتاعهم ساعات بيموت وساعات لا، لان انت مش بتسيطر على كل العوامل زي الجو والتربه والمناخ والحاجات دي كلها. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم وعجبكم. الفلوج بتاع النهارده كان فيه حاجات كتير، ولسه هعمل لكم حلقه حلوه جدا عن السماد الطبيعي، واتمنى دي الحلقه دي تبقى مناسبه بالنسبه لكم ومفيده ليكم، عشان ناس كتير سالتني على السماد الطبيعي. وده شكل الحديقه دلوقتي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. انا لازم ارجع طبعا، عندي شغل كتير، لازم اغطي الحته دي كلها بنشاره الخشب عشان ما يطلعش الحشائش اللي انتم شايفينها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتابعوني على تويتر كايرو جاردن وعلى انستجرام كايرو جاردن، وفعلوا الزر بتاع التحديثات عشان يجي لكم كل فيديوهاتي الجديده. شكرا، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.